زي ما كلنا اكيد عارفين في تخصصات كتيره جدا موجوده في المانيا فيها عجز بشكل كبير، زي تخصص الممرضين او القطاع الطبي بشكل عام، تخصص الاي تي، الحاجات اللي ليها علاقه بالكاسترونومي اللي هم في مجال السياحه والفندقه وهكذا. والمانيا بتحاول تعمل دفع بشكل كبير عشان تقدر تستقطب او تجذب العماله الماهره عشان يقدروا يشتغلوا في المانيا. فبالتالي المانيا عندها احتياج، وبالتالي المؤسسات الالمانيه والمؤسسات المصريه حاولوا يعملوا اتفاق علشان نقدر نوصل لطريقه نشجع على الهجره النظاميه، من خلال احنا نعرف نوفر للناس الفرص، ايه المطلوب في المانيا، ايه التخصصات المطلوبه في المانيا، ازاي نقدر نعمل ده. وحققنا ده من خلال مشروعات مشتركه عملناها كMIG مع الجي اي زد ووزاره الهجره المصريه، في ان احنا نقدر نعمل موديل للمايجريشن. بنعمل كونسلتيشن للمؤسسات الالمانيه والمؤسسات المصريه المهتمه بملف الهجره، ازاي تقدر توفر او تقدر تحط تصور كامل للناس دي ممكن تقدر تهاجر لالمانيا بشكل شرعي ازاي. فبالتالي بيكون في حاجه اسمها وين وين سيتويشن، الناس في مصر مبسوطه لانها تقدر تلاقي شغل بشكل نظامي، بيبقى عندها حقوق موجوده من اول يوم في المانيا، بتاخد مرتب كويس، بيبقى عندها تامين وهكذا. وفي نفس الوقت بنقدر نحافظ ان احنا نقدر نوفر لالمانيا عماله ماهره من العماله المصريه عشان تقدر تشتغل في المانيا بشكل نظامي وبشكل قانوني، وبالتالي بيكون الطرفين مستفيدين في الحاله دي.